المؤخرة البرازيلية أو البرازيليان بات ليفت أو البي بي ال حاجة بقت ضرورة وبقت كومن جدا جدا في السنوات الأخيرة، وبقى الطلب عليها والإقبال عليها زاد جدا. أنا دكتور أحمد الأدور، استشاري جراحات التجميل. في الفيديو ده هنتكلم عن مفهوم المؤخرة البرازيلية. زمان ده مش من بعيد قوي، كان الكونسبت أو المفهوم العام للجمال هو جسم انسيابي ممشوق، الوسط رفيع جدا والأرداف والجوانب رفيعة. مؤخرا مع وجود السوشيال ميديا ومع ظهور أيقونة الجمال كيم كارديشيان من حوالي 7-8 سنين، بدأ الاتجاه في مفهوم الجمال يتغير. بقى مفهوم الجمال الحالي بالنسبة لنا الوسط أو الويست يكون رفيع جدا، الهبس تكون ممتلئة، الخصر يكون ممتلئ، الظهر يكون منحوت واخد الكيرف الانسيابي بتاعه، والمؤخرة تكون ممتلئة. المؤخرة البرازيلية علشان نوصل لها احنا بنعمل ملء او فيلنج للبوتوكس بطريقتين، يا اما بنعمل تكبير للمؤخرة بحشو السيليكون، يا اما بنعمل بحقن الدهون الذاتية. ايه الافضل واللي احنا دايما في معظم الاحوال بنستخدمه هو حقن الدهون الذاتية. ليه؟ لان انا اكني زي ما بيقولوا مثلا بضرب عصفورين بحجر واحد. انا شلت الدهون المتراكمه من الجسم، من البطن ومن اسفل الظهر ومن الارداف، وعملت اعاده حقن للدهون دي في منطقه المؤخره وفي منطقه الخفاسات او الهبس، ووصلت لشكل كيرفي وكونتور مناسب للمؤخره يتناسب مع ثنايات الجسم ويتناسب مع الكونتور المثالي والشكل اللي انا بحلم بيه. رجعي ثقتك بنفسك تاني، بعتلنا تفاصيل اللي عندك واحنا هنرد عليكي اذا كنت محتاجه تعملي عمليه المؤخره البرازيليه، وغالبا في معظم الاحوال زي ما احنا قلنا بنحتاج ان احنا نعملها بحقن الدهون الذاتيه.